صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا اما اتكلم معاكم شويه. ماشي؟ بصوا بقى يا ولاد بصوا بقى يا ولاد. انا بحكي لكم حاجه، ودايما تخلوا الحاجه ديت تلازمكم، دايما معاكم، دايما كل شويه تفتكروا الحاجه ديت. ماشي؟ دايما يعني احكي لكم حاجه ولازم تتناها حلقه في ودنكم. عاوزه اقول لكم ان الارزاق بيد الله، لازم نقتنع كده. انا عارفه الناس كلها مقتنعه، وانا الحمد لله. وفي ناس ساعات بقى ايه، ممكن تقولك مثلا يعني لما حد يعمل فيديو يتكلم فيه عن حد مش عارف ايه، فيديوهاته هتتشاف والناس تشوفها ويجيله مشاهدات منها، ويقول ده انا عملت الفيديو ده عشان اتكلمت على كذا، الفيديو بتاعي كبر او الناس اتفرجت، فانا هتمادى في ايه سلسله الفيديوهات من النوع دي عشان الناس تتفرج عليا. وفي نفس الوقت لو هم عملوا فيديو عادي ما بيتكلموش على حد ولا بيعملوا حاجه، ما يجيلهمش ارباح ولا مشاهدات، فيقوموا قايلين ايه بقى؟ ده احنا كمان مثلا بطلنا نتكلم عن حد او كده وما جالناش مشاهدات، لما عملنا محتوى كويس ما بقاش يعني ما بقاش يجينا مشاهدات. فاهمين؟ لما نتكلم على حد يجينا مشاهدات وارباح، نعمل محتوى بما يرضي الله ما بيجيناش مشاهدات، فنتمادى في المشاهدات والكلام عن الناس عشان خاطر ربنا يكرمهم ويجيلهم مشاهدات. ناس كتير مقتنعة بده، صح؟ انا في يوم من الايام لما اقتنعت بده وجيت لما مدام هناء كانوا بيسبوا فيها ويشتموا فيها زمان ولغايه الان طبعا حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يفتري على واحده مظلومه، وان شاء الله باذن الله ربنا هيظلمهم، ما تقلقوش، ربنا هيظلم كل واحد ظلم حد بدون سبب. يعني الواحد ما يكون ما عملش حاجه في حد ويظلمه، دي حاجه كبيره قوي عند ربنا، وهو ساكت ما بيتكلمش، حاجه كبيره قوي عند ربنا. والله ربنا هيجيب لها حقها في اي وقت وفي حق وفي اي، ربنا هيجيب اي حد حق واحد مظلوم. يعني مش مدام انا بس، كل الناس المظلومه اللي الناس افترت عليها ظلم. فجيت لقيت ان مشاهداتي زادت وناس بتتفرج عليا، وقبضت مره ولا مرتين من اليوتيوب وبقيت فرحانه قوي. جيت اعمل محتوى ليا، لا جيت انهنت كتير وانشتمت كتير وانسبيت كتير بدون اي سبب. والست دي مظلومه، ومهما كنت اتكلم عشان الناس تسكت ما بتسكتش، بل بتتمادى اكتر واكتر واكتر. فقلت ايه الناس دي هتنيني طول النهار اتكلم وده يتكلم وحاجه حرام وده تتبلى وانا ارد واعمل؟ ليه كده؟ فلقيت الناس ديت ملهاش اصلا 30 اي لازمه، ومش هيسكتوا وهيتنوا يتبلى على مين؟ على الست دي. فقلت بصي يا ليلى، اعملي سيبك من الحاجات دي، انت كده كده بتحبي مدام هناء، ومدام هناء ست محترمه وانا بحبها، وانتوا عارفين قبل كده انا ومدام هناء يعني مع بعض وبقالنا قد في الفيديوهات اللي انا كنت عاملاها معاه. وخلاص بلوش اطلع من المستنقع ده، وبقيت اعمل فيديوهات ليا، ما بقتش تجيب لي مشاهدات خالص ولا بقت تجيب لي ارباح. بقيت اقعد بالسنه على ما اقبض مره $100، بالخمس ست سبع 8 شهور $100 كده. فقلت ايه يعني لما اقعد بستة سبع 8 9 10 شهور اقبض $100 وربنا يكرمني بس بالحلال، تكون حاجه حلال، يكون يعني تعب. انا فيديوهاتي الحمد لله كويسه، بعمل اكل الناس تتعلم منه، بعمل ترفيه اخلي الناس حتى يعني
الناس المكتئبه تتفرج على الارض وانا رايحه الغيط وانا رايحه عند حماتي وانا بتكلم، بطلعهم من المود اللي هم فيه لو هم زعلانين او متضايقين. بعمل روتين بشجع الناس، حاجه مفيده بما يرضي الله، مفيش حاجه فيها لا سب ولا لعن ولا بشتم حد ولا الكلام الفاضي ده. فما بقتش اقبض بقى من القناه، فقلت ايه يعني، الحلال احسن حاجه، ولا الحرام لو هقبض 1000 دولار كل شهر، ما هو ربنا هيجيبهولك ويروح رخر برضو بسرعة. ما تفكروش ان هو هيستنى معاكوا، لا، تصرفيه برضو كده بسرعة بسرعة بسرعة. لكن الحلال تحسي ان انت ماسكاه بايدك كده وتصرفي منه بالراحة، عشان ده مال حلال. صح ولا؟ اكيد صح اللي انا بقوله. فانا بقيت اعمل كده، فما بقتش حد يتفرج على ايه فيديوهاتي. قلت مش مشكلة، ربنا كريم وهيرزقني ان شاء الله باذن الله. ف... فعايزه اقول للناس، لو كان حد بيساعد حد ويذله في يوم من الايام ان كان مثلا بيساعده او كده، فده كله من عند ربنا. يعني ربنا هو اللي جعل الانسان ده سبب ان يرزق ده، يعني ده كل حاجه بتاعت ربنا. فما تتفشخروش قوي وتتباهوا قوي ان انتوا في يوم من الايام كنتوا مثلا بتساعدوا حد. ده بتاع ربنا كله، ربنا اللي جعلك سبب كده، وربنا جعل سبب ان خلاص دي تنتهي مثلا. كل مثلا الحاجه دي ده كله بتاع ربنا، مش بايدك انت، مش بايد الواحد مش بايد الواحد او الواحده او اي حد بيساعد حد. بيساعد حد معنويا، بيساعد حد ماديا، بيساعد حد كده يعني. فانا بقى عايزه اقول لكم حاجه، انا مش هنكسف وانا بقولها، لا انا مكسوفه وانا بقولها، مكسوفه جدا، وفكرت كتير قبل ما اقولها، وانا بقولها قدامكم كده وانا محروجه جدا فوق ما تتخيلوا. اقسم بالله محروجه جدا جدا فوق الوصف. انا نفسي تتفرجوا على القناه بتاعتي. انا مش لازم قناتي تكبر، مش لازم قناتي تبقى مثلا 100,000 50,000 20,000. انا عايزه انا قناتي 8000 قرب ماشيه في 9000. انا عايزه الناس اللي معايا تتفرج عليا يتفرجوا على قناتي. عايزه الناس تتفرج عليا، مش عايزه مساعده من حد، مش عايزه حد مثلا يقول لي انا عايزه اساعدك يا ليلى، انا عايز اديكي، لا، انتوا تساعدوني، اتفرجوا على قناتي. وعايزه ربنا يرزقني منها كل شهر باذن الله، باذنك يا رب، عشان خاطر ولادي، عشان خاطر ولادي اعلمهم تعليم كويس واساعد والدهم. طبعا كنت انا عامله القناه دي عشان خاطر سبب رزق ليا، احسن من دخلي، احسن من مستوى معيشتي كده، ادفع دروس ولادي بتاع الثانويه العامه. طبعا انا معايا 3، وجانا مثلا انتوا عارفين جانا في تانية ثانوي، ولوجي في تانية اعدادي، وسيف في 4 ابتدائي. فعايزين مصاريف كتير قوي قوي قوي، و... وبرضه دخل جوزي على قده، دخله على قده خالص. يعني ممكن لو دفع مصاريف جانا ما يعرفش يدفع مصاريف لوجي كده. فانا بجد اللي عايز يساعدني، مش عايزه حاجه من حد، محدش يقول له خدي او اديكي. اللي عايز يساعدني يتفرج على قناتي، يبقى فيه مشاهدات عندي في القناه. عايزه ان شاء الله باذن الله ربنا يرزقني منها، اقبض منها. يعني انا راضيه راضيه يا رب. يعني عارفه لو في اقل من 100 دولار كنت قلت لكم انا راضيه. لكن لازم تجمعي كل شهر 100 دولار من اليوتيوب عشان تقبضيه، فاهمين؟ عشان تقبضيه لازم تجمعي كل شهر 100 دولار، ما ينفعش اقل من كده. لو كان ينفع 50 دولار كنت قلت لكم يا رب، ايه يعني 50 دولار 2000 جنيه انا طول ادفع حتى دروس جنه. فهو لازم أنا اقل حاجه 100 دولار يعني في الشهر. فانا بقول لكم ساعدوني واتفرجوا على فيديوهاتي. اللي بيحبني فعلا يتفرج على فيديوهاتي،
ومش مشكلة قناتي تكبر. يعني انا راضية بال9,000 اللي عندي، راضية بيهم. بس حتى لو نصهم يتفرج، 2000 3 يتفرجوا، ممكن يجيب لي مثلا 2 دولار. مش الله اعلم في الفيديو حاجة، وانا هجتهد برضه. وربنا والارزاق دي من عند الله. يعني ممكن يجي 3 4000 مشاهدة ويجي لي منهم دولار، ممكن يديني 1000 مشاهدة ويجي 2 دولار. فانا بقول لكم دي الارزاق كلها من عند ربنا سبحانه وتعالى. وانا واثقة في ربنا الحمد لله، ثم فيكم ان شاء الله ربنا هيكرمني. ولا نذلل حد ابدا، ولا مد ايدي لحد ابدا غير ربنا بس. ربنا هو اللي يساعدني بس. ربنا هو حتى لو جعل لحد سبب، فهو السبب ده ان هو ده ربنا اللي عامله. بس ما فيش حد يذل حد. وانا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ربنا ما يذلني لحد ولا يحوجني لحد ابدا ابدا. لا تحوجني لحد ولا تذلني لحد ابدا يا رب. يا رب اتذل ليك بس، واتحوج ليك بس، وادعي لك يا الله بس. اللي بيحب ليلى اتفرج على فيديوهاتها. مش عايزه فلوس من حد واقول لحد، مش عايزه حاجه من حد خالص. انا عايزاكم بس تساعدوني قناتي تكبر وتتفرجوا عليها بس. هو ده اللي انا عايزاه. ليه؟ علشان ادفع مصاريف ولادي دروسهم. انا بص، انا مكسوفه جدا وانا بقول، بس انا ما بشحتش حاجه من حد. انا بقول اتفرجوا عليا، ادفع مصاريف ولادي، اجيب كتب لولادي، اجيب اللي ولادي نفسهم فيه. جوزي فلوسه على قد، يا دوبك يا دوبك. وكمان انتوا عارفين ان انا بروح اكل واشرب عند حماتي. فالحاجه دي برضو، الاكل والشرب عند حماتي ده مخليني برضو يعني معمول علينا حاجات كتير. انا لو باكل واشرب في البيت وادفع دروس في البيت، هبقى المسؤوليه جامده قوي عليا. فحماتي الله يبارك لها، الله يبارك لها، يعني هي نص يعني شايله عندنا كتير الصراحه. الاكل غالي والحاجه غاليه، وهي مش مخليه نفسنا في حاجه. كل حاجه اللي نفسنا فيها بتجيبها لنا الحمد لله رب العالمين. فانا بس نفسي قناتي يعني اتشاف واقبض من القناه واعمل لولادي نفسهم في كله بس. ده اللي انا بقوله واللي انا عايزه اقوله. لو انا بعيط بتعيطي ليه يا ليلى؟ صعبان عليا نفسي قوي والله. الحوجه وحشه قوي. ربنا ما يحوجكم ابدا ولا يذلكم لحد ابدا. ودايما حط في دماغكم ان الارزاق دي من عند ربنا بايد الله. ممكن ربنا برضو ما يرزقنيش من القناه وراضيه. قسما بالله بقول دايما، انا لو ربنا ما رزقنيش هروح اشتغل اي شغلانه. لو همسح سلالم في البيوت همسحها. لو هشتغل خدامة عند الناس بس بما يرضي الله هروح اشتغل. ايه يعني؟ الشغل مش عيب بس بما يرضي الله. اشتغل اي حاجة عشان خاطر ولادي، اعلمهم ويطلعوا احسن الناس. ده مش غلط، مش غلط لما انت تشتغلي وتجتهدي. فانا كان نفسي اشتغل يعني قناتي تبقى كويسة وربنا يرزقني منها، عشان ابقى اقعد جنبي ولادي وما اطلعش بره واسيب ولادي وكده يعني. هو ده اللي انا كنت عايزة اقوله بس. ومحدش يفتكر حاجة وحشة خالص، ولا يفتكر ان انا حاجة وحشة. انا مش وحشة وانتوا عارفين كويس. انا لو وحشة كنت يعني عملت، كنت انتوا ما تعرفوش، كنت عملت اي حاجة عشان قناتي تكبر وكنت اتكلمت وهريت في الهري. بس انا عايزة حاجة قناتي تكبر بما يرضي الله. ما اعملش حاجة حرام عشان ربنا ما يسألش في يوم القيامة يقول لي انت كنت بتعملي كذا كذا ليه، ويحاسبني على كل حاجة. اشوفكم على الف خير.